كنتاكي الغلابه، ما هو لما يكون مالي السوق بقى وانه كذا صنف يا جماعه، هعمل لك النهارده منه كذا صنف. بصي لو ما بتحبيش واحد هتحبي التاني. زي انا ما بحبش القرنبيط العادي، انا باكله قرص عجه كده زي ما انتم ما شايفين، يعملوا صينيه في الفرن. لكن انا النهارده هديكي كذا اختيار للقرنبيط، ونشوف هنعمل مع بعض ايه. معانا هنا قرنبيطه مقطعينها وغسلينها كويس، حله فيها ملح وكمون وبتغلى على النار، وهنبدا نسلق القرنبيط بتاعنا يا جماعه. هنعمل النهارده اصناف كتير منه هتعجبك جدا، واختاري ما بينهم اللي تحبيه وتفضليه. زي ما هنشوف مع بعض. معانا هنا يا جماعه 5 بيضات، هننزل عليهم بالتوابل ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه. معانا هنا توم وقرن فلفل دقنهم في الهون زي ما انتم ما شايفين. وهنبدأ نقلب كل الخليط ده مع بعضه. اهم حاجة في الخلطة علشان تديكي طعم وتست عالي جدا لطعم القرنبيط. زي ما احنا هنشوف مع بعض. معانا هنا طماطمايه مبشورة، ودي مهمة جدا جدا يا جماعة. وهننزل طبعا بالدقيق. انا مش عارفه احدد كميه الدقيق غير لما اشوف كميه القوام المظبوط، ومعلقتين نشا، والنشا ده برضو مهم جدا عشان يديله قرمشه. هنحط بقى هنا شويه ميه لان حسيت ان القوام تقيل. هنبدا نفك كل التكتلات من العجينه، وهننزل بشويه الخضره اختياري برضو. عايزه تحطيهم حطيهم، عايزه انا ممكن استغنى عنهم بس كانوا عندي فحطيتهم. فكنا بقى كده كل التكتلات. ومعانا هنا يا جماعه القرنبيط، وهناخد كام واحده وهنبدا نبشرهم بالمبشره عشان هنعمل صنف برضو احنا هنحبه جدا النهارده يا جماعه، غير القرنبيط العادي اللي احنا بنعمله. وانا اسفه جدا على المقطع ده اتصور بالمقلوب، حاولت اعدله فمعرفتش، فمعلش. انا طبعا هنا قسمت العجينه بتاعه القرنبيط الاتنين. خدت اول واحده وحطيت فيها القرنبيط اللي انا بشراه، والتانية هعمل فيها القرنبيط العادي زي ما هنشوف القرنبيط اللي انا سلقاه. انا اسفه جدا على المقطع ده يا جماعه، انا مش عارفه اتصور كده ازاي يعني، فقدر الله ما شاء فعل. فيا رب بس تكون الصوره واضحه ليكم. وهنبدأ نخلط نقلب القرنبيط، وهنحط بقى طاسة الزيت، وهنبدأ بقى ناخد يا جماعة بالمعلقة ونحط بقى يا جماعة الكنتاكي زي ما انتم شايفين كده. والله العظيم تحفة جدا. جربي الطريقة دي. ابشري القرنبيط وحطيه في العجينة بتاعه القرنبيط اللي احنا عاملينها، وتحفه تحفه تحفه يا جماعه. وجربيها وان شاء الله تعجبك، لان انا مش من هواته فبحب اعمل منه اصناف واشكال كتير. مقرمش جدا، نفسي تسمع صوت القرمشه. وهنبدا نعمل كل الكميه زي ما انتم هتشوفوا معايا في الفيديو. ولو وصلت لحد هنا ما تنسيش تحط اللايك، وبحبكم كتير حبايبي في الله، وربنا يبارك فيكم يا رب ويعزكم. بص عمل معايا رمى كميه قد ايه تحفه جدا يا جماعه. جربي.